خلينا نتوقع مع بعض موسم الدوري الانجليزي هيكون عامل ازاي. يعني هنتكلم وندردش مع بعض، الفيديو مش هيكون من الفيديوهات شورتس، يعني هنتكلم براحتنا خالص. خلينا نمسك كل فريق ونشوف وضعه عمل ايه في موسم الانتقالات والكلام ده. اول حاجه خلينا نبتدي بيها وفريق الحامل اللقب نادي مانشستر سيتي. الموسم الانتقالات بتاعه مش افضل حاجه بالنسبه لي، استغنى عن رياض محرز وجندوجان خاصه اللعيب يعني كان مهم قوي في اخر فتره ليه مع السيتي، كان بيحسم الماتشات في اخر الجولات الدوري الانجليزي، وكان متالق في دوري الابطال اوروبا وكان متالق في دوري ابطال اوروبا. فانت استغنيت عن جندوجان وكمان رياض محرز. تمام، جبت مين مكانهم هم؟ لا مفيش. وطبعا كلنا عارفين ان نادي مانشستر سيتي قادر ان هو يشتري اللاعب جفارديول، هو مدافع عنده 21 سنه ولاعب متالق، فدفع في 90 مليون. ما عنديش مشكله خالص في كل الحوارات دي، انا عندي مشكله حتى واحده بس، 90 مليون اللي دفعت، مش عنديش مشكله ان هي دفعت في جفارديول، انا عندي مشكله ان هي دفعت في مدافع. فاهم يعني السيتي مش محتاج مدافع في الوقت الحالي، فاهم قصدي؟ انا شايف ان السيتي محتاج تدعيمات دلوقتي في مكان جندوجان. دلوقتي مكان جندوجان مفيش، كوفازيتش مش هيحل محل جندوجان ابدا بصراحه. يمكن ان الدنيا تمشي شويه كويس لو براندو سيلفا ما رحلش، رغم ان انا كبرشلوني نفسي اشوف براندو سيلفا طبعا في برشلونه اكيد، لكن بتكلم عن مصلحه مانشستر سيتي حاليا لا، لازم براندو سيلفا يكمل، هو الوحيد اللي ممكن يقدر يحل محل جندوجان. فعشان كده فكره الرحيل براندو سيلفا هتبقى غريبه وعجيبه، وكده مانشستر سيتي لازم ولا بد ان هو يجيب لاعب يعني يقدر يلعب في حته جندوجان وبرناردو سيلفا. والميزه في برناردو سيلفا بصراحه ان هو بيقدر يلعب في اكتر من حته، دي ميزه جميله جدا. فبرناردو سيلفا مع جوارديولا ما ينفعش ابدا مانشستر سيتي يستغنى عنه، ما ينفعش. كده خلصنا مانشستر سيتي، خلينا نخش بقى على نادي ارسنال اللي بالنسبه لي هو افضل نادي اشتغل على نقط ضعفه في موسم الانتقالات الحالي. جاب ديكلان رايس ب 100 مليون، لا واللاعب بصراحه كواليتي نضيفه مختلفه خالص، يعني لا عينك هتستمتع باللاعب قوي وانت بتتفرج عليه، فاهم؟ ف 100 مليون في ديكلان رايس خلى خط الوسط بتاع ارسنال مميز جدا. تيمبر دي صفقه في الجون، تيمبر ده بيقدر يلعب في اي مركز من الاربع مراكز اللي موجوده في خط الدفاع، باك يمين باك شمال قلب دفاع، فصفقه ممتازه. اعتقد كانت ب 40 مليون، فالسعر ب 40 مليون على الامكانيات دي لا صفقه ممتازه بجد. تيمبر بالنسبه لي يعني بتوقع يعني ممكن تكون دي افضل صفقه في الدوري الانجليزي، انا شايف كده. لا تيمبر مميزاته دي كلها ب 40 مليون، فصفقه معقوله كويسه جدا بصراحه. تمام، فعشان كده انا بقول لك شايف ان ارسنال هو يعني شايف نقط ضعفه فين، ما خلصهاش كلها بس حاول على قد ما يقدر ان هو يشتغل عليها. فبالنسبه لي ارسنال عمل موسم انتقالات قوي جدا، ده بالنسبه لارسنال. خلينا نخش على يا سيدي ليفربول. مشكله ليفربول هو بقى لعيبه كتير قوي ومقابل ده جاب لاعبين بس، هما سوبسلاي وماك اليستر. طبعا في كلام حاليا على المسلسل بتاع كايسيدو لسه شغال لحد دلوقتي، يعني ما اعرفش هينتهي على ايه، بس زي ما انا توقعت ما اعتقدش ان ليفربول هيشتري اللاعب، لسه هنشوف الدنيا هتمشي ازاي. فالمهم دلوقتي اللاعبين اللي هم جابوهم كمان ما حلوش ازمه رئيسيه في نادي ليفربول. ليه؟ لان دلوقتي احنا الازمه الرئيسيه اللي احنا كلنا شايفينها الدفاع. خط الوسط كان فيه ازمه، طبعا في ازمه ده اكيد، بس الدفاع برضو في مشاكل كتير، مفيش ولا حاجه اتغيرت في خط الدفاع، فاهم؟ لا فوق كل زي ما انا قلت قبل كده ان هم باعوا اللاعب الوحيد اللي بيقدر يلعب 6 مركز 6 في نادي ليفربول هو فابينيو. ف مش عارف، فاهم الفكره؟ الموسم الانتقالات بالنسبه لليفربول مش افضل حاجه، بس برضه ده يعني مترتب على جوارديولا هيلعب، ممكن يغير التكتيك مثلا، فاهم؟ ممكن يغير التشكيله، هنشوف جوارديولا هيتصرف ازاي في اول ماتش ضد تشيلسي، فهنشوف الدنيا هتمشي ازاي بصراحه مع كلوب في اول جوله. ده بالنسبه لليفربول. خلينا نخش على تشيلسي يعني اللي عمل موسم انتقالات وقرارات غريبه بتتاخد وحاجات عجيبه بصراحه، بس يعني انا شفت كانتي مع الاتحاد، عرفت هو ليه استغنى عن كانتي. كل امان كانتي يمكن يرجع لمستواه، بس كانتي مش زي الاول، يعني كانتي من بعد الاصابه مش زي قبل الاصابه عشان نكون فاهمين يعني. فبرضه فكره بيع كانتي دي ما كانتش حاجه غريبه بصراحه، وخاصه المبلغ المادي اللي جاله من نادي الاتحاد مش قليل. هو حرفيا نادي تشيلسي محتاج كايسيدو، يعني لو ظبط كايسيدو مع مدافع ولا حاجه كمان يبقى كده. جابوا ديساسي صح من موناكو، اللاعب ده كويس جدا برضه، مدافع من موناكو اعتقد، صح اعتقد من موناكو، يعني هو بيلعب في الدوري الفرنسي. فبصراحه لا يعني كده لا خلاص انا كنت ناسي الصفقه دي. فلا هم حاليا بالظبط محتاجين كايسيدو، لو يقدروا يجيبوا صانع لعب يعني. لان انا فاكر ان بوشيتينيو من نوعيه المدربين اللي بتحب تلعب بيه بلاي ميكر، زي ما احنا كنا بنشوف في توتنهام كان بيحب يلعب بيه دالي الي في المركز ده. فاعتقد ان المفروض نادي تشيلسي يحاول يبحث عن صانع لعب. كان في كلام على ديبالا والكلام اختفى، ما اعرفش الدنيا وصلت لايه. خلينا بعد كده بقى نروح لمانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد جاب مهاجم زي ما احنا كنا عاملين نقول في الموسم اللي فات، مانشستر يونايتد واضح ان هو محتاج مهاجم، يعني خلي راشفورد يلعب كوينج وجيب مهاجم معاه.
ده بالنسبه لي كان افضل حاجه. كان هو بيحاول يعمله إيريك تين هاج في الموسم اللي فات، ان هو يخلي سانشو وينج شمال وراشفورد راس حرب. راشفورد بيجيد اللعب في المركز ده، بس الافضل ليه ان هو يلعب وينج من وجهه نظري. فعشان كده هو بالفعل قادر ان هو يروح يشتري لاعب هويلاند ب 75 مليون من نادي اتلانتا. فدي كانت صفقه مميزه بس فيها خطوره بصراحه، لان اللاعب بيلعب في الدوري الايطالي، ويعني ما تفهمش لما هيلبس قميص مانشستر يونايتد الضغط عليه يبقى عامل ازاي، هيعرف يتعامل مع الضغط ولا لا. ب 75 مليون كتيره شويه بصراحه. صفقه اولانا ممتازه وهيفيد جدا اسلوب لعب إيريك تين هاج، لان هو كان بيدربه في اياكس وعارف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي وكل الكلام ده. لا مش دي بس، هو كمان بيلعب برجله حلو قوي. وإيريك تين هاج بيحب جدا البناء من الخلف، بيحب قوي ان هو يبني اللعبه او يبني الهجمه واحده واحده. انا يعني ما شاء الله عليه، الراجل معروف عنه ان هو بيلعب بالرجل كويس جدا جدا. وشوفنا صفقه ماونت اللي كان نادي مانشستر يونايتد مصر عليها بطريقه مش طبيعيه بصراحه، كانت غريبه بالنسبه لي. مش علشان ماونت وحش، بس يعني في احسن من ماونت، فاهم؟ وكمان دفعوا فيه اعتقد كان من 40 ل 50، اعتقد حاجه شبه كده. لا السعر بصراحه واقعي، يعني كنت مستكتره بس واقعي، لان برضه ماونت مش لاعب قليل، بس يعني الموسم اللي فات كان وحش. بس هو عموما تشيلسي كان وحش عموما، يعني مش لاعب معين هو اللي كان وحش. فهنشوف الدنيا هتمشي ازاي، برضه ممكن ينجح ولا حاجه مع مانشستر يونايتد. بس الماتشات الوديه ما تدلش على حاجه خالص يعني خالص. خلينا نخش على توتنهام. انا شايف توتنهام هيأدي موسم اسوأ من الموسم اللي فات بكتير بكتير. بيمشوا لعيبه ومش عارف، ما بيجيبوش حد. يعني تقريبا انت اصلا المفروض ما تمشيش لعيبه وتجيب سكواد، ما انت محتاج تدعيمات اصلا، انت فاهم؟ هم مشوا خلاص هاري كين خلص تقريبا في البايرن، لسه مش رسمي 100% بس بنسبه كبيره. طب هاري كين اتباع، ده مصيبه، لان انت لعبك كله كان معتمد على هاري كين في الهجوم. هاري كين تقريبا كان بيقوم بكل حاجه في الهجوم. سون الموسم اللي فات ما كانش افضل حاجه ليه، فتقريبا هاري كين هو اللي كان شايل الليله دي كلها لوحده. السنه اللي فاتت لا، سون ما كانش حلو بصراحه. السنه اللي قبلها كان عامل موسم حلو، السنه اللي فاتت سون كان بعيد كل البعد عن مستواه. ما اعرفش بصراحه، يعني شايف ان توتنهام متوقع يعني الموسم هيكون سيء جدا بالنسبه له. فاحنا كده خلاص قلنا وضعيه الفرق السته الكبار في الدوري الانجليزي. تعالى بقى نشوف الترتيب. بص، هو احنا مش هتوقع، انا ههبط، انت فاهم الفكره؟ يعني هنقول مركز اول كذا وخلاص يعني. بس خلينا نكون يعني نقول مثلا مركز اول هيكون السيتي، ماشي. المركز الثاني هو ليفربول، يعني هيبان من بدايته هو ليفربول كده والله. يعني هو اول 3 4 جولات هتشوف الدنيا ماشيه ازاي. لقيت ليفربول استجاب في اول 3 4 جولات وماشيه الدنيا كويس، ليفربول هيعمل موسم حلو قوي. هي حالات بجد والله، هي حالات. فانا هنشوف ليفربول هيمشي ازاي، وبناء عليها هنتوقع الدنيا هتمشي ازاي. لو ليفربول بدا حلو اول 3 4 جولات مثلا، جمع منهم 10 نقط ولا حاجه، لا الدنيا هتبقى كويسه، فاهم؟ لو جمع منهم 3 4 نقط زي السنه اللي فاتت فخلاص، يعني السباق هيروح عليه. فانا من وجهه نظري يعني في الغالب ليفربول هيبدا كويس، انا حاسس بكده، معرفش، انا متوقع كده، حاسس ان لعيبه ليفربول يعني خدت درس قاسي السنه اللي فاتت، فاعتقد ان ليفربول هتبدا كويس. واعتقد ليفربول ممكن يحل المركز الثالث مش الثاني. الثاني هيكون نادي مانشستر يونايتد. خلاص إيريك تين هاج اخذ الوضع في الدوري الانجليزي، جاب بعض التدعيمات اللي طلبها بالاسم وجات له، ما يفرقش حاجه. السكواد بتاع اليونايتد بصراحه يأهله ان هو يكون مركز ثاني، ويمكن كمان يقدر ان هو ينافس على الدوري الانجليزي. المركز الرابع ممكن يكون نادي ارسنال، وهو ممكن يروح بعيد شويه في دوري الابطال، يعني ممكن يعدي مثلا، يعني يوصل لدور ربع النهائي بالكتير قبل النهائي. اعتقد ربع النهائي او قبل النهائي بالنسبه للفرقه ما بتشاركش في دوري الاوروبا بقى لها مده، لا مش وحش يعني، ما اعرفش، حاسس ان هو لا مش وحش، فاهم؟ ده توقع بالنسبه لارسنال، يعني ما اعرفش، يعني حاسس ان هو ممكن يكون مركز رابع ومثلا يروح دور ربع النهائي او بالكتير قوي قبل النهائي من دوري اوروبا. المركز الخامس هيكون نادي نيوكاسل، هيكون بمنافسه كبيره جدا اعتقد مع نادي ارسنال. يعني دوري ابطال اوروبا هترهقهم شويه، خاصه ان التدعيمات اللي جابوها جابوا تونالي اعتقد، يعني بس ده ابرز اسم يعني، فاهم؟ فما اعتقدش الوضع ممكن تتغير بالنسبه لنيوكاسل او يخلوهم مثلا يحققوا مفاجاه في الموسم القادم مثلا. فمع انشغالهم كمان مع دوري ابطال اوروبا، فده ممكن ياثر بشكل كبير قوي على مستواهم في الدوري الانجليزي. فانا شايف ان هو نادي نيوكاسل اعتقد هيبقى المركز الخامس. المركز السادس هيكون نادي تشيلسي. بص، هو تشيلسي نفس الكلام اللي قلته على ليفربول بالظبط، يعني هنشوف الشكل عامل ازاي في البدايه، فاهم؟ بس انا اعتقد تشيلسي هيكون في المركز السادس. مش عارف، هو زي ما انا بقول لك هو توقع، ممكن يكون غلط ممكن يكون صح عادي يعني، بس اعتقد كفايه كده توقع. يعني بالنسبه لتوتنهام فاعتقد لا، يعني يكون من 10 الاوائل، يعني يا 10 9 كده 8 كده، يعني فاهم؟ ما اعتقدش ابدا ان هم هيكونوا في التوب 6 حتى، صعب قوي 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 يعني بالنسبه لي، على بناء على المعطيات اللي احنا اخدينها من نادي توتنهام في اخر سنه او في اخر السنه من الموسم اللي فات، وفي نفس الوقت الصفقات اللي اتعملت ما فيش حاجه، فاهم؟
وكمان دول باعوا لاعب من اهم لعيبه النادي، من ركيزه من ركائز نادي توتنهام هو هاري كين. فنسبه كبيره يعني توتنهام هيكون ادي موسم سلبي جدا. فبس يا خلاص كنت انتهى الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش باللايك، وانكم تشوفوا في القناه مش مشتركين. شكرا لكم على المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.